ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. الفيديو ده جايب لكم فيه تطبيق بيعلم الانجليزي، واكيد هيبقى من ضمن سلسلة ازاي تطور من لغتك. التطبيق اسمه كيك، يعني ممكن الاسم غريب شوية، يعني كعكة او كيكة. المهم مش هطول في الكلام، اول حاجة انزل تحت ادعمني بلايك واشترك في القناة لو كنتش مشترك. يلا بينا نبدأ. تمام، هي دي ايقونة البرنامج زي ما قلت لكم، اسمه كيك. نقول بسم الله وندوس عليه. طبعا زي ما قلت لكم في البداية ان الفيديو ده هيبقى من ضمن سلسلة ازاي تطور من لغتك. ده معناه ان انا ما جربتش التطبيق ده ولا مرة، واول مرة حرفيا، وهتبقى التجربة الاولى ليا معاكم. فاول ما فتح بيقول لي build an enjoyable learning habit with cake allow notification مش عارف ايه. اوكي ماشي، بيقول لي فعل notification. انا عايز اتعلم انجليزي وانا لغتي عربي. حلو، كويس انه اول حاجه بيدعم العربي. وندوس learn english. تمام، التطبيق بيفتح. اوكي، ده في البدايه كده جاب لي شاشه فيها الفيديوهين دول. انه يومك الاول متعلم الانجليزيه كعاده يوميه. احسنت. وهل يمكنني احصل على قهوه للخارج من فضلك؟ تمام، لو دوسنا هنا you are female and you are a teenager. حلو، بيجيب فيديو. ايه دريل دي؟ انقر برفق ظهور الترجمه، الاستماع للجمل بدون ترجمه. احنا بس نوقف البتاع، مش ناقصين كوبي رايت. This song was made for you. لو فضلنا دايسين عليها يعني. اوكي، لو شلنا الدريل ما بيجيبليش التانية. يعني انت بتدوس على الدريل بحيث انت بتتوقع الجملة اللي الفيديو قالها، وانت بتتوقع ترجمتها. معرفتش بتخليك ضاغط على الشاشة، فهو بيجيب لك الجملة بالانجليزي وترجمتها بالعربي. There you go. تحدي مستوى ايه؟ تحدي اعلى، تسجيل لاختبار الاستماع. ده في ايه؟ ده وفي تحت هنا أليكس اند جينا المصطلحات اليومية، واللي جنبيها كيك عبارات لبدء المحادثة حول الطقس ومكتوب فري. تمام، تعالوا كده نطلع تاني فوق. الإعدادات اللي فوق لو دوسنا عليها الترجمة، تشغيل تلقائي ولا التلقائي. ماشي لحد دلوقتي مش فاهم أي حاجة. طب مثلا كده، طيب لو عملنا رجوع. اوكي، جاب لنا واجهة البرنامج الرئيسية. حلو، لو جبنا هي دي الصفحة الرئيسية. لو جبنا الحساب يقول لي عدد النجوم المكتسبة، فاحنا بنجمع نجوم. وفي انجازات، هي دي الانجازات. طبعا كله صفار عندي. وبيقول احصل على النجوم واشترك في دوري كيك. انشاء حساب. تعالوا طب ننشئ حساب كده عشان نشوف المميزات اللي هو اداها لنا. 3 weeks later. تمام، سجلنا. فقال لي ويلكم، وما فتحليش حاجة تحت، بس بيقول لي يعني ايه اجيب نجوم بعد كده اشترك في الدوري. كيك بلس في نسخة بفلوس، مش مشكلة. وتم الحضور لمدة 1 يوم على التوالي. النجوم المكتسبة 0. ولو دوست على اسمي هيجيب لي اعدادات كتيرة جدا، الاشعارات. المهم انتوا الحاجات دي ممكن مع مرور الوقت تعملوها. بعد الحساب في كلمة مراجعة، يمكنك مراجعة ما تعلمته دون قيود. تمام، اللي احنا بنتعلمه واهو الفيديو بتاع اللي هما الاتنين الانيميشن دول. المحادثة. حلو، تعالوا كده طب ندوس على اول واحدة. Can we start over? I can't believe you were lying to me this whole time. I'm sorry. حلو، اعتقد حلو. بيجيب محادثة بين اتنين، فبينطقها بالانجليزي والترجمة العربي موجودة. لما انا دوست على الزائد قعد يبتدي. طب لو انا دوست على علامة الميكروفون، حلو، هيقول لي اقول الجملة اللي هما بيقولوها. بس للأسف البرنامج اللي انا بسجل منه الشاشة ما بيخلينيش ان انا اسجل ريكوردات، فمش هقدر اعمل دي. بس خلينا ندوس allow. في ترديد. I can't believe you were lying to me this whole time. حلو، هي بتقول الجملة دي، بعد كده انت المفروض تقول الجملة التانية اللي هي I am sorry can we start over. بس طبعا انا مش هقدر اسجل. بس دي انت زي ما تقول بيخلوك تعمل محادثة مع حد تاني. تكرار، اكيد بيكررها لك صح. بتختار تكرار الحلقة والفترة بين التكرار. ماشي، حلو. دول ايه دول؟ دي بفلوس ولا ايه؟ بس هو كاتب لي تحت You بس are on your own. انت مسؤول عن نفسك او انت تعتمد على نفسك. لو لاحظتوا جايب لك انت مسؤول عن نفسك on her own، يعني نفسها للمؤنث. on his own نفسه، يعني her مؤنث وhis للمذكر. فكويس ان هو عامل لك دي. جايب لك تحت طبعا جمل كتيرة، محادثة كاملة من الاخر. وفي عرض كل المفردات المستخدمة في هذه الحلقة. اوكي، خدنا 10 نجوم. حلو، تم صادرة 1. حلو، هذا الاعلان يدعم كيك مش عارف. ماشي، مش مشكلة يا عم، هات اعلانات بس خلي البرنامج مجاني. اوكي، دي كل الكلمات اللي جت في الدرس ده. حلو، في حاجات كتيرة. مثلا نختار today، يعني اليوم. لو دوسنا عليها Today. today، اوكي،
بيقولها لك، واحفظ الكلمة في بنك الجمل. تقدر لو الجملة جديدة عليك تقدر تدوس على الزائد اللي هنا، وتم حفظ الكلمة في تبويب المراجعة. فانت لما تروح لقسم المراجعة اللي احنا شفناه في الاول هتلاقي الكلمة موجودة. وفي برضو اللي احنا حفظناها دي كانت اللي هي حال ظرف في هذا اليوم في الفترة الحالية. في لو جت هي كاسم هذا اليوم او الفترة الحالية من الزمن ممكن يدوس على دي برضو يحفظها. ايه قاموس خارجي دي؟ اوه حلو حلو، دي حلو. بيجيب قاموس من بره، بس ايه يعني ترجمته معانا توداي في قاموس المعاني. الان، اليوم، ان، حاضر، حال، حاليا، يوم. اوكي، ده في حاجات كتير، ده توداي طلع ليه حاجات كتير. وفي صفح كتيرة حرفيا بيجيب لك قص تاريخ الكلمة كلها. فدي حلوة برضو، يعني لو عدت عليك هي كلمة توداي اكيد سهلة، بس لو عدت عليك كلمة صعبة واول مرة تشوفها فعلا فانت ممكن تشوف القاموس الكامل بتاعها. فانا عجبتني اللقطة دي بصراحة. في تحت هنا اعتقد بيعلمك بالافلام، فتعالوا كده نجرب باز يطير. تم تحقيق هدف الدراسة اليوم، تعلم الانجليزية بكل سهولة. ندوس اكس. اوكي، فانت انت بتسمع محادثة من الفيلم، بس طبعا الفيلم ده اكيد كلنا عارفينه بالعربي، ولكن هو النسخة الاصلية بتاعته بالانجليزي. فهو بيجيب لك بقى هو بيقول ايه والترجمة بتاعته. فدي حلوة جدا بصراحة. ولو في مثلا it's getting on my nerves ترديد، بس طبعا عشان البرنامج. لو دوست زائد هيقولها لي صح. لو دوست زائد هيحفظ لي الجملة في المراجعة. حلو. تحدي على تسجيل لاختبار الاستماع. طب لو انا دوست مثلا ابدأ الاختبار هل هضطر اتكلم؟ listen light snack stay you stay away from Andy. حلو، دي دي لذيذة. هو ليه he's mine and no one is taking him away from me. هو جايب لك وقت فوق هما 5 أسئلة. It's getting on my nerves. A few minutes later. اوكي، حلتهم وخدت على النجمة وجايب لي الأرقام القياسية. حلو. هنا نبدأ من الأول. خروج، تمام. في طبعا كذا حاجة. في مثلا اللي هو بتاع الدب بتاع العسل ده. You know why nothing works out for you, Brian? Because you've got a negative attitude. اوكي، ده ممكن من اسرع الكراتين اللي تشوفوها بيتكلموا بسرعة، فدي هتبقى صعبة شوية. ولكن انتوا فهمتوا الفكرة بتاعة التطبيق. بيعلمك جمل باستخدام الانيميشن او الافلام او كده، فهو ممكن مش ما يكونش للمبتدئين. تعالوا كده نجيب الدروس، هي دي بقى اللي هتعرفنا بجد. كاتبين الدرس المجاني لهذا الشهر، وجايب لي ده وده وده 3 بس. في لو لاحظتوا هنا ما قبل المبتدئ، يعني هات حاجة اللي هو أنا مش مبتدئ، لا أنا أقل من المبتدئ. فنجيب مثلا دي هي مكتوب عليها فري، فالمفروض حاجة أقل من المبتدئ. طرق لاستخدام الفعل جو. حلو. Tomorrow, I'll go to my doctor's appointment. تمام، حلو. في إعادة الاستماع ببطء، بطئها النص، خليها النص كده. What time should we go to dinner? هات 8 ابريل كمان. بيوريك كلمة جو تستخدم ازاي في الجمل وامتى تحطها. دي اللي هي البيسك فيربس براكتس. تمام، اعتبر ان احنا خلصناها. خش على ايه، على التالتة اللي هي السبيكينج براكتس. هو هيجيب لك نفس الجمل اللي كانت في الدرس، بس انت بقى اللي تقولها. اخر حاجة ستيب 4 اللي هي الكويز. What time should we go to dinner? What time should we go to dinner. تمام، وهكذا بعد ما تخلص بقى الاختبار. تمام. خروج. اعتقد كل الدروس كده. طب غير جو، ايه اللي انا دوست عليه ده؟ انا دوست على حاجة فجاب لي المقابلات هي بس اللي فري. طب اللي تحتيها اوكي، اللي تحتيها بفلوس، لازم نشترك في النسخة البريميوم. فبس المقابلات هي اللي مجانية. تعالوا كده نشوفها طيب على السريع. Well, I graduated with a degree in marketing, and I have experience as a marketing intern. I excel at sometimes. ما خلاص. Well, I graduated. ده شغالة ما سكتتش. ماشي. بيجيب لك حاجات على انترفيو. مثلا لو انت عايز تروح انترفيو فممكن تتعلم حاجات من هنا. ايه الدرع اللي عمالة تكبر دي؟ كما اظن انت بتاخد الدرع ده. فالدرع ده اللي هو زي ما تقول ايه، لازم تتعلم كل يوم متواصل. لو في يوم انت ما اتعلمتش فيه فزي ما تقول الدرع ده بيتكسر. فبيقول لك شوف اعلان عشان الدرع ده يبقى عندك 2 منه، فلو غبت يوم السلسلة بتاعتك ما تتكسرش وكده. اجمالي عدد ساعات الدراسة 14 دقيقة. ممكن فعلا الفيديو طول. فالمهم ماشي، حلو. افضل ردود الفعل باللغة الانجليزية، ممكن دي اخر حاجة نجيبها. كيف نقول يشعر بالاحراج بالانجليزية. ندوس على دي نشوفها.
تدريب المحادثة. Have you ever felt embarrassed by someone else's actions? حلو، بيقولك الفقرة اللي فوق دي، تعالوا بس ننزل لتحت على طول. I just can't watch rom-coms. I hate them. Why not? I like them. تمام، انت لما بتدوس طبعا على المربع فهو بينطقها ليك، بس مش عارف يعني. انا دوست انجليزي. I just can't watch rom-coms. I hate them. ايه الفرق؟ لو دوست بالانجليزي ايه الفرق بقى؟ I just can't watch. I just can't watch هنا بيشيلك rom-coms. I hate them. اسكتي بقى، ماشي. هنا بيشيلك جملة انجليزي والتانية لا. تمام، هي دي كانت ايه اصلا؟ يشعر بالاحراج. تعالوا كده نجيب الصفحة الرئيسية. 4 مقاطع فيديو ذات الصلة. تمام، في ده وفي ده. تعالوا كده نجيب ده اللي على الكرتون. lose one's temper. طب نشوف اللي بعديها. أثار غضبي مرة أخرى. استخدم 1 قلب. يا عم استخدم 1 قلب. حلو، بيجيب لك مسلسل ومحادثة بينهم في المسلسل. هو بصوا بصراحة البرنامج هيبقى حلو علشان ممكن تعرف تنطق ازاي وتتعود على الكلام وعلى الاكسنت وعلى البرونسيشن بتاع الكلمة، ولكن هو مش للمبتدئين خالص. يعني حرفيا خالص. الاشتراكات، الاستماع للمبتدئين. في اليوم هنا فوق اللي هي بتاعت الصفحة الرئيسية العادية، وفي جنبها الاشتراكات. لو جيت مثلا هنا الاستماع للمبتدئين ودوست عليها اشتراك، تم الاشتراك. طب ايه دي اصلا؟ هنشوف مثلا انت رائع. ممكن نوقف. ماشي يعني. ما انا بصراحة ما اكدبش عليكم، مش داخل دماغي قوي. هو شكله حلو وشكله لذيذ، وانا في المرتبة 15 في دوري المبتدئين. تمام. شكله حلو، شكله لذيذ، بس زي ما قلت مش للمبتدئين نهائي. يعني حرفيا انت مثلا لو انت اوكي الانجليزي الليفل بتاعك كويس او متوسط، ممكن تخش هنا عشان تحسن زي ما قلت لكم من النطق. بتشوف مثلا الجمل بعينيك بناس حقيقية بتقولها، مش معلم او كده. وهم المعلمين دول ارانب يعني ولا مش فاهم؟ تبقى ناس عاديين خالص. لا، مشاهد حقيقية، فانت بتتعلم منهم بقى طريقة الكلام اللي هي زي ما تقولوا لغة الشوارع او اللغة العامية عندهم. فتعالوا كده بس نفتح جوجل بلاي عشان نديله تقييم. بصوا بصراحة انا يعني مش عايز اظلم البرنامج واديله ريت واطي. هو يعني زي ما تقولوا بيقضي الغرض اللي هو معمول ليه. يعني هو حتى كاتب لك تحت اللي هو about this app learn everyday English and Korean from videos. هو تقريبا ما فيهوش غير انجلش وكوريان يعني ولا ايه؟ It's fun you can learn real native English. ايوه، اللغة النيتيف الانجليش اللي هي من الناس اللي هي لغة الانجليزي عندهم اللغة الام. Cake will help you improve your speaking. هيخليك تطور من الكلام بتاعك. تمام. انا هقيمه كبرنامج بيطور من اللغة، مش بيعلمك من البداية. عشان هو لو كان برنامج بيعلمك من البداية هو مش هيعلى عن النجمة. بس هو ما ينفعش اظلم، هو برنامج بيطور لك من لغتك. فانا هعتبر ان هو لو انا مثلا مستواي في الانجليزي متوسط وعايز احسن من السبيكينج بتاعي، هل اخش على البرنامج ده؟ لما افكر فيها بالطريقه دي بقول ممكن وممكن لا. الحاجات اللي انا بشوفها دي كلها اوريدي ممكن اشوفها على اليوتيوب، او اوريدي هو اصلا جايب لك الفيديوهات من اليوتيوب. فانا ممكن اتابع محتوى اجنبي مثلا لناس انا بحبها، فهلقط الكلام منهم وطريقه النطق منهم، سواء بقى اليوتيوب سواء الفيسبوك سواء التلفزيون. في طرق كتير يعني. حاسس ان اللي هو في برامج بيبقى لا غنى عنها. البرنامج ده حاسه واحد مش منهم. فانا مثلا برضو يعني انا شايف ان انا اديله 3 كويس، اللي هو في الوسط كده. في دوس بوست دن. فزي ما انتوا شفتوا، يا رب التطبيق يكون عجبكم. انتوا شفتوا رأيي اتجاهه، حبيتوا نزلوه هتلاقوا الرابط بتاعه تحت في الوصف. دوسوا على اللينك وهيدخلكم على جوجل بلاي وحملوه. حسيتوا ان هو مش مناسب ليكوا خلاص مش لازم تحملوه. زي ما قلت لكم في وسائل تانية علشان تتعلموا النطق. ممكن ده يكون حلو بسبب الاختبارات اللي بيعملها والدوري اللي هو بيعمله والنجوم اللي بتاخدها، فبيعملها لك اكنها لعبة. ولكن انا لو عن نفسي ما اظنش ان انا هستعمله في المستقبل. بس واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اعملوا له شير عشان يعجب غيركم برضه ان شاء الله وغيركم يستفاد. وانزل تحت ادعمني بلايك لو ما كنتش عملت لايك من البداية. بطلوا شحاتة بقى. واشترك برضه لو كنتش مشترك، وفعل جرس التنبيهات. وبس كده خلصت. سلام.